يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا النهارده عملت شاورمة الفراخ بطريقتين، وكمان طريقتين للتتبيلة مختلفة. عملت واحدة بالتتبيلة السوري بالبصل والخيار المخلل، وكمان عملت واحدة بالتتبيلة العادية بتاعتنا، والاتنين احلى واجمل من بعض. بجد الطريقتين والتتبيلتين في منتهى الجمال، اتمنىكم فعلا تجربوها. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة والمكونات اللي انا عملت بيها الشاورما بتاعتي النهاردة كانت ازاي وعبارة عن ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شاورما الفراخ، هنعملها بطريقتين مختلفين وكمان تتبيلتين مختلفين، وليكي حرية الاختيار في الطريقة اللي تناسبك. كده نسمي الله ونشوف الطريقتين بتوع النهاردة بتوع الشاورما هعملهم ازاي، وكمان التتبيلة بتاعتهم هتكون عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. هنسمي الله ونشوف التتبيله والمكونات اللي انا هعمل بيها شاورما الفراخ بتاعتي النهارده كانت ازاي وعباره عن ايه. انا عندي هنا اول حاجه عندي كيلو من الفراخ البانيه. عندي بانيه عادي متقطع شرايح كده، التقطيعه العاديه بتاعه الشاورما. طبعا كلنا عارفين تقطيعه الشاورما لازم تكون شرايط رفيعه. عندي فلفل اصفر، عندي فلفل احمر، عندي طماطم، عندي فلفل اخضر، عندي بصلايه وليمونه. وعندي هنا كمان معلقتين من الطحينه، وهقول لكم باذن الله كده واحنا بنعملها واحده واحده هنستخدمها في ايه. وعندي دلوقتي التوابل اللي انا هستخدمها في الشاورما بتاعتي دي، اول تتبيله لاول نوع من الشاورما. تمام. عندي معلقه كبيره من البابريكا، عندي معلقه كبيره من الكاري، عندي معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، طبعا الملح على حسب الرغبه، عندي ورقتين من اللورة، عندي من نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، عندي ربع معلقه من القرفه. تمام. التتبيله بتاعت الشاورما الاولانيه. تعالوا بقى للشاورما التانية، هستخدم فيها التتبيله الجاهزه. الكيس ده بيتباع عند اي عطار. تمام. ده خلطه الشاورما السوري. وهضيف كمان مع الكيس ده معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه من البابريكا، معلقه من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الحبهان، ورقتين من اللورة. وعندي هنا علبتين زبادي، على كل نص كيلو بانيه عندي علبتين الزبادي. يلا تعالوا كده نسمي الله ونتبل الفراخ بتاعتنا. طبعا البانيه بتاعي مقطعاه ونقعاه في ميه وملح وخل، وحاطه كمان معاهم ورقتين من اللورة. هجيب اول حاجه علبه الزبادي، هنزل هنا بواحده وهنا بواحده. عندي الخل هحط هنا معلقه وهنا معلقه. وعندي بقى التوابل بتاعه الفراخ الاولانيه او الشاورما الاولانيه هنزل بيها كده كلها على الفراخ، وكمان التانية اهي. هنا بقى هضيف لها اللي هو كيس الخلطه السوري اهو. هقلب بقى كده ده كله مع بعض. وعندي الليمونه بتاعتي هعصر هنا نص واحده وهنا كمان النص التاني. تمام كده. انا عندي كده نوعين الشاورما. هقلب بقى كده كلها وهسيبها ساعة كده تتبل في التتبيلة بتاعتها. تمام اهي. تمام كده. ادي اول واحدة وكمان التانية اهي. تمام كده. تعالوا بقى ايه نجهزهم كده ونسيبهم لمدة ساعة في التلاجة لغاية ايه ما نبتدي نشتغل فيهم بإذن الله. طبعا هي باينه الاختلاف بتاعها. اللي بالشاورما اللي بكيس التوابل الجاهزه غامقه شويه عن التانية. تمام. بصوا حبايبي كده انا عندي طريقتين الشاورما اهو، الاتنين بطريقه مختلفه. دي بالتتبيله العاديه بتاعه البيت عادي، او التتبيله بتاعتنا او البهارات بتاعتنا العاديه، ودي اللي هي بالبهارات بتاعه خلطه الشاورما السوري. هسيبهم دلوقتي لمده ساعه كده في التتبيله، وبعد كده نرجع ونشوف هنحضر الشاورما بتاعتنا تاني. انا هنا بقى سبت الفراخ بتاعتي متبله في التتبيله بتاعتها كده لمده ساعه. وطبعا الخضار بتاعي هنا قطعته، عباره عن فلفل اصفر مقطعاه كده جوليان، ومقطعه فلفل احمر وفلفل اخضر، وهنا طماطمايه بس شايله القلب بتاعها عشان ما تنزلش ميه معايا مع الفراخ. وعندي هنا كمان خياره مخلله مقطعاها كده حلقات صغيره، وعندي هنا بصله برضو مقطعاها كده ايه حلقات.
تمام كده. تعالوا بقى كده على البوتاجاز ونسمي الله كده ونبتدي بقى هنا نعمل تسويه. عندي هنا صينيه وعندي الوok بتاعي، طبعا حاطه فيهم ماده دهنيه، حاطه فيهم زيت خلاص، وهحط كمان معاهم معلقه من السمنه اهي كده، معلقه صغيره من السمنه. يلا بقى نسمي الله كده وننزل بالشاورما بتاعتنا. طبعا هنا الزيت مع السمنه سخن معايا، انا عندي الشاورما دي اللي هي بالتتبيله الجاهزه، خلاص هنزل بيها كده على الزيت. طبعا انا في الوقت ده معليه النار عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، تمام، وهسيبها مش هاجي جنبها ولا اقلبها. وعندي الوok التاني هنزل بالشاورما التانيه. هبتدي بقى ان انا اقلب الشاورما بتاعتي اهي. انا بس عايزه اوريكم كده من قريب، دي طبعا الشاورما بتاعتي اللي هي بالتوابل العاديه. طبعا انا هسيبها بقى كده لغايه ما تشرب السوائل اللي هي نزلتها دي، تمام كده. وعندي الشاورما اللي هي بالخلطه السوري اهي، برضو هسيبها برضو لغايه ما تشرب التتبيله بتاعتها اهي. الاتنين اهم شغالين معايا على النار، تمام كده. بصوا كده حبايبي، انا هنا ايه ابتدت الشاورما بتاعتي طبعا تشرب السوائل بتاعتها خلاص، اللي هي الاولانيه دي. هننزل بقى بنص الخضار بتاعي هنا، هديها كده تقليبه بقى. والتانيه كمان هنزل برضو بباقي الخضار بتاعي. عندي هنا بقى الطحينه بتاعتي، انا بحبها صراحه احط عليها معلقه من الطحينه، هحط هنا معلقه وهنا معلقه، تمام اهي. اخر حاجه عندي بقى هنزل بالبصلايه هنا، بس مش هحط في التانية عشان انا عندي فيه بيحب بالبصل وفيه لا، تمام. طبعا اخلي البصله كده تدبل مع الخضار، انا مش عايزه البصله بتاعتي تتحمر ولا اي حاجه، لا لمجرد ان هي تدبل بس. بصوا كده دي اهي اللي هي من غير بصل اهي، تمام. بصوا في منتهى الجمال، طبعا نشفت اهي خالص من السوائل بتاعتها، تمام. ودي التانية اللي انا حاطه فيها البصل اللي هي بالخلطه السوري اهي. دي كده ايه تعتبر كده خلصت، تمام كده اهي، يعني دقايق برضو على النار خلاص. والتانية برضو تعتبر خلصت، بس انا هستنى عليها سنه لغايه بس ما البصله تدبل معايا. يلا هنزل بقى دلوقتي بالخيار المخلل بتاعي اهو. بس حبايبي انا كده الشاورما اهي جهزت معايا وبقت زي الفل، دي اللي هي بالسوري ودي اللي هي بالخلطه العاديه، تمام اهي بالتتبيله العاديه. الاتنين اهم خلاص كده جاهزين معايا. انا هبتدي بقى ان انا اطفي عليهم، ويلا بقى بينا عشان نقدمهم مع بعض ونشوف شكلهم. الشاورما بتاعتي جاهزه، بصوا في منتهى الجمال وريحتها طالعه تحفه اهي. دي طبعا اللي هي بالبصل والخيار المخلل، ودي الشاورما اللي بالتتبيله بتاعتنا العاديه خالص، تمام اهي. طبعا هي ممكن ما تكونش واضحه معاكم، طبعا هي ممكن ما تكونش واضحه معاكم عشان بس الاضاءه، لكن بالنسبه لي انا مختلفه. دي لونها طبعا اللي هي بالخلطه الشاورما السوري لونها غامق شويه، مش عشان حاجه، لا هي لون التتبيله كده، يعني لون الخلطه بتغمق الشاورما، تمام. والتانية اللي احنا عملناها لونها محمر شويه عشان طبعا حط لها بابريكا وحط لها التوابل بتاعتنا العاديه، تمام. تعالوا بقى كده نجيب ايه كيس شيبسي ونحط كده ايه جنب الشاورما. انا كده خلصت الشاورما بتاعتي. بصوا الشاورما اهي دي كده اللي بالخلطه السوري، بصوا ريحتها وطعمها في منتهى الجمال بجد، ريحتها طالعه تحفه. دي اللي بالخلطه السوري اللي احنا حاطين فيها الخيار المخلل وكمان البصل
ودي بالخلطة اللي احنا عاملينها، الزبادي والتوابل والبهارات العادية بتاعتنا. تمام. بصوا الاتنين احلى واجمل من بعض. انا النهارده عملت لكم الاتنين وبالطريقتين المختلفتين يعني. دي طبعا بطريقه ودي بطريقه، ودي بتتبيله ودي بتتبيله. وطبعا ليكي بقى انت حريه الاختيار. هتقدري تاكليها بقى جنب مكرونه، هتعمليها سندوتشات، هتاكليها كده بالعيش والمخلل وحبه سلطه كده جنبها، او كوبايه بيبسي، بتبقى في منتهى الجمال. الاتنين احلى واجمل من بعض. انا عملت النهارده الشاورما الفراخ بتاعتي بالطريقتين، وطبعا ليكي بقى حريه الاختيار في الطريقه اللي انت تحبيها وتناسبك. بس بجد اتمناكم تجربوها بنفس الطريقه، سواء دي او دي، الاتنين احلى واجمل من بعض. الفيديو بتاعي النهارده كده بسيط، بس حبيت ان انا اوريكم الطريقه بتاعتي في عمايل الشاورما. مره جايه ان شاء الله هنجيب الفراخ بتاعتنا ونحضر الشاورما بتاعتنا ونتبلها ونشيلها في التلاجة تكون جاهزه على العمايل على طول. خلاص، اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، واتمنى وصفتي النهارده تعجبكم. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله في وصفه كده سهله وبسيطه. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. اتمنى لكم كل الخير والسعاده والهنا وراحه البال. اقول لكم حبايبي تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.